بما ان فئه العربيات اللي تحت المليون كبرت قوي، في عربيات كتير قوي نزلت، فتعالوا كده نلخصهم ونشوف تجيب ايه امتى. ارخص عربيه زيرو دلوقتي هي البروتون ساجا بسعر 630,000، العربيه اللي لسه نازله من قريب. تجيبها في حاله اللي انت مش هتقدر تزود عن كده. عربيه برده كويسه، سيدان، فيها اوبشنز وقت الغرض. لو عايز عربيه للشغل فهتظل برده نيسان صاني هو احسن اختيار، وبنسبه اقل شويه الاوبتر. ولكن اللي بيميز الاوبتر ان هي بصراحه شكلها احلى بكتير، وكاستخدام شخصي هي مليون في المية احسن من الصاني. مش قصدي كعربيه بس كواجهه عامه يعني. لو عايز عربيه فيها بعض من الرفاهيه وسعرها مش هيعدي 750,000 بس الخامات مش قد كده، فيبقى اختيارك هو التشيري اريزو 5. احسن عربيه في رينج 800,000 هي الرينو تالينت، في حاله انك ما عندكش مشكله مع المواتير الثلاثه سلندر. وخلينا متفقين ان كده كده المواتير الاربعه سلندر احسن، بس الناس برضو بتأفور قوي في الثلاثه سلندر يا جماعه. يعني في ناس تقول لك دي الثلاثه سلندر ما تسافرش، ما تسافرش ليه يا عم يا توك توك. الاختيار الثاني في رينج 800,000 هو البايك اليو 5 بلس، بس مشكلتها ان هي تبقى الفئه الاولى اللي ناقصها حاجات كتير. ولكن بالنسبه لي افضل عربيه قيمه مقابل سعر تحت المليون هي البايك اليو 5. الفئه الثانيه اللي ب 900,000 بتقدم لك كل حاجه. لو مش هنحط التسعير في الحسبه، فافضل عربيه تحت المليون بالنسبه لي حاليا هي الجيلي ايميجرانت اعلى فئه. عربيه شكلها حلو قوي كده، وواجهه ومساحتها كبيره وفيها اوبشنز كتير. عربيه جميله. مشكلتها ان هي اغلى 75,000 جنيه من البايك، والفئه الاولى اللي ب 850 فاضيه جدا. ده غير ان هي نادره جدا ومش موجوده في المعرض لسه. المشاشات الصغيره ام جي 5 اختيار كويس جدا في حاله انت مش عايز وجع دماغ، عايز عربيه موجوده في السوق بقالها كتير وبتاع، فالام جي 5 هو احسن اختيار ليك، وكمان فيها امكانيات. ولكن سعرها بالنسبه لي دلوقتي مبالغ فيه شويه مقارنه بالمنافسين. لو هنتكلم على الكروس اوفر فعندك الجيلي جي اكس برو، عربيه كويسه جدا بس مساحتها صغيره وما انتشرتش قوي. واحسن كروس اوفر تحت المليون هي الرينو كاردين اللي لسه نازله. فنفس الكلام اللي قلته على التالينت ينطبق على الكاردين، مش هنقعد نكرر بقى. في عربيات كتير ما اتكلمتش عنها، بس دي بالنسبه لي العربيات اللي انا برشحها وفي الاختيارات بتاعتي. وممكن يكون في عربيات تانية انا نسيتها، فقولي في الكومنت ايه العربيات اللي انا نسيتها واللي فعلا كويسه تحت المليون.